السلام عليكم أيها الأصدقاء. أغرب 5 قبائل تعيش تحت الماء. أولا، قبيلة الباجاو. في مناطق جنوب آسيا تحديدا إندونيسيا والفلبين وماليزيا تعيش قبيلة الباجاو، أو كما يسمون أنفسهم شعب ساما باجاو، وقد هاجر بعضهم خلال 50 عاما الماضية هربا من الصراعات في الفلبين، وشكلوا سنة 2010 أكبر الأعراق في إقليم صباح التابع لماليزيا. يمكن لرجال الباجاو وأطفالهم البقاء تحت الماء متجولين باحثين عن الأسماك لأكثر من 5 دقائق. ليس ذلك فحسب، بل بإمكانهم أيضا التنقل بين البيوت المقامة فوق البحر عبر طرق مائية داخل القرية التي أصبح معظم أهلها لا يستطيعون العيش على اليابسة. الحياة على اليابسة بالنسبة إلى الباجاو أصبحت شبه مستحيلة، فقد أطلق عليهم بدو البحر نظرا لعيشهم في المياه وتنقلهم على متن بعض الزوارق الخشبية البسيطة، كما أنهم يسكنون في بيوت مقامة على أعواد خشبية ويعتمدون على الصيد لكسب الرزق. بمعزل عن الآدميين يعيش أبناء هذه القبيلة منذ وجودهم، وفي معظم الحالات لا يلتقون أفرادا من خارج قبيلتهم منذ أن ولدوا وحتى مماتهم، لكن أعدادهم اليوم بدأت تتناقص بسبب الاندماج الثقافي مع الشعوب المجاورة وجهود البرامج الحكومية الماليزية لضمهم وتوطينهم، حيث تم اكتشاف الباجاو وتسجيل وجودهم بواسطة المستكشف والرحالة الإيطالي أنطونيو بيجافيتا سنة 1521، والذي ذكر في كتاباته رحلة ماجلان حول العالم اشتهارهم بالقرصنة وتجارة العبيد في فترة الاحتلال الأوروبي لآسيا في القرن 19 الميلادي. الروايات حول وصول الباجاو مختلفة، إذ تحكي أسطورة أنهم ينتمون إلى شعب كان يسكن اليابسة ويحكمهم ملك له ابنة ابتلعها البحر في عاصفة شديدة، فأمر الملك شعبه بالبحث عنها فرحلوا إلى البحر، لكنهم فشلوا في العثور عليها وقرروا البقاء خوفا من الملك. وتشير رواية أخرى إلى أنهم شعب منع من العيش في الأراضي الماليزية بعد هجرتهم من الفلبين، وتقول أخرى إن رجلا ضخما يدعى باجاو أمر شعبه باللحاق به خلال رحلاته البحرية، لأن البحار ستفيض ببركتها وجودها، ما سيسهل عملية الصيد بالنسبة لهم. لسان الباجاو ينطق أكثر من لغة، ويعيش معظمهم ضمن مجموعات يشكلونها على أساس لغة مشتركة، لكن مجموعات أخرى انتقلت للعيش على اليابسة وتخلت عن نمط عيشها القديم، فبدأوا العمل بالزراعة وتربية المواشي وبعض الحرف اليدوية. ومن أشهر اللغات المنتشرة بين شعب الباجاو الملايو بولونيزي، وهي مجموعة من اللغات الأسترونيزية ويتكلمها نحو 385 مليون شخص، وهي خليط من اللغات السنسكريتية والعربية التي تأثرت بالديانات الهندوسية والبوذية. أما الدين المنتشر فهو الإسلام بنسبة 95%، ويتبعون المنهج السني، كما توجد أقليات تعتنق المسيحية البروتستانتية والكاثوليكية. ويعد التمسك بالدين قيمة اجتماعية وأخلاقية عالية، ومع ذلك لا توجد مساجد أو دور عبادة إسلامية على الشواطئ القريبة من مكان سكن شعب الباجاو. ويبلغ عدد سكان الباجاو نحو 1,000,000 نسمة، 470,000 نسمة في الفلبين بمناطق أرخبيل سولو وشبه جزيرة زامبوانغا ودافاو ديل سور وجزيرة مينداناو، إضافة إلى 437,000 في ماليزيا، وعدد غير معروف في مجموعة مقاطعات كليمنتان وجزيرة سولاوسي بإندونيسيا وبروناي. مصدر رزق الباجاو يرتكز على ما يصطادونه من الأسماك وأصداف اللؤلؤ وخيار البحر غالي الثمن، ويعتمدون على العائد منه في تأمين احتياجاتهم المعيشية. ولا يعرف هؤلاء النقود، بل إنهم يعيشون على مقايضة صيدهم مع سكان اليابسة الأقرب إليهم لتأمين احتياجاتهم من الأرز والطعام. وأطفال هذه القبيلة لا يذهبون إلى المدارس، بل يتعلمون في عمر مبكر أساسيات صيد السمك وصناعة القوارب، ويبدأون التدرب على اصطياد الأسماك، حيث عند بلوغ سن 10 يتدربون على الغوص لأعماق مختلفة تحت سطح البحر. وإلى جانب ذلك يتعلم أطفال الباجاو حسابات وأبعاد شبكة الصيد التي ستساعدهم في اصطياد الأخطبوط،
وأخطر أنواع الأسماك المعروفة بدوار البحر، ويحترف صغارهم صناعة القوارب الفريدة التي يستخدمونها في التنقل بين بيوتهم الخشبية التي يصنعونها أيضا. وعلى الرغم من أن الكثير منهم لا يعرفون أعمارهم ولم يتعلموا الكتابة والقراءة في حياتهم، فإنهم شعب مسالم يتميز بالهدوء والكرم، ويصب كل اهتماماته في علاقاته على الأخوة والمشاركة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، كما أنهم لا يعرفون الطبقية وأنظمة الحكم والطائفية. ثانيا، قبيلة كامايورا. تعيش القبيلة التي يبلغ عدد سكانها 500 شخص في منطقة شينغو العليا حول بحيرة إيبافو، وقد تم التواصل مع قبيلة كامايورا لأول مرة من قبل العالم الخارجي في عام 1884 بحسب صحيفة ديلي ميل. ومن الجدير بالذكر أن معظم أفراد القبيلة قضوا بسبب المرض في خمسينيات القرن الماضي، بيد أن السلطات البرازيلية أعلنت في عام 1961 أن المنطقة حديقة وطنية لمنع انتشار الأوبئة القاتلة. ويمتد مجتمع كامايورا إلى عدد من القرى، في حين أن غذاءهم يتكون بشكل أساسي من الأسماك والعصيدة والفلفل والموز. التقط المصور ريكاردو ستاكيرت صورا فريدة من نوعها وثقت ما كانت عليه الحياة البدائية للمجتمعات النائية، إذ بدأ تصوير البرازيليين الأصليين في عام 2015 لكتابة برازيليان إنديان، ويقول عن ذلك: تظهر الصور الطريقة التقليدية لحياة هؤلاء الناس الذين يعيشون في وئام تام مع الطبيعة، ويظهرون أنه لا يزال من الممكن البقاء على قيد الحياة في بعض المناطق بطبيعة الحال، حتى في مجتمع تكنولوجي جدا. ومن الجدير بالذكر أنهم أول من سكن البرازيل، ونحن مدينون لهم بدور هام في كل جانب من جوانب ثقافتنا، وهم محاربون لا يزالون يواجهون الكثير من المحن. ولهذا قررت أن مشروع الحالي سيكون نشر كتاب في عام 2018 كجزء من محاولتي لمساعدتهم، كما أقدم لمحة عامة عن الحالة المعاصرة للسكان الأصليين في البرازيل. وأضاف: أنا مصور محترف منذ 29 عاما، أقوم بتصوير السكان الأصليين في البرازيل منذ عام 1996. عندما زرت قبيلة يانوماني ومنذ ذلك الحين أصبحت مؤيدا قويا للشعوب الأصلية، وأعمل الآن على إنتاج كتاب يجمع صورا لكل قبيلة برازيلية تقريبا، والهدف هو إظهار وضع عيشهم حاليا وكيف يبقون على قيد الحياة في المجتمع الحديث. ثالثا، قبيلة جزيرة بابو المرعبة. وسط الآلاف من الشعوب المختلفة المتواجدة بأسرارها بعيدة عن باقي الكون في عالمها السري في عزلة وبدائية، سواء كانت في أعماق أفريقيا أو أدغال الأمازون أو في الجزء البعيد من العالم في قارة آسيا، حيث جزيرة مثل دولة بابوغينيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادئ تحتوي بابوا على المئات من الشعوب والثقافات المختلفة التي يصل عددها لأكثر من 1000 مجموعة ثقافية مختلفة، بما يقدر 820 لغة ولهجة متداولة في الجزيرة. ويأتي من أكثر تلك الشعوب غرابة شعب آسارو رجال الطين الذي يعيش حياة بسيطة وبدائية، حتى أنهم لا يستخدمون الكهرباء أو الإنترنت أو أي وسيلة معيشية حديثة. هذا الشعب الغامض الذي لا تتوافر عنه الكثير من المعلومات بالرغم من التقدم الاتصالي، حيث أن حياته المنعزلة عن العالم تحول دون معرفة المزيد عن أسرار ذلك الشعب الذي يتميز أفراده بطلاء أجسادهم بالطين الأبيض وارتداء أقنعة مرعبة وأيضا بعضها مضحك. وتدور الأسطورة حول قبيلة آسارو أنه في يوم ما هاجمت قبيلة عدوة لهم قرية آسارو، فهرب سكان القرية لنهر آسارو للاختباء من الأعداء، حتى حل الليل فرجعوا لقريتهم ليتأكدوا من رحيل الأعداء، لكن لكونهم كانوا مختبئين في النهر فتلطخوا بطينة ذو اللون الأبيض، وعندما ذهبوا لقريتهم رآهم الأعداء وفزعوا من الخوف، ظنا أن الآسار أرواح شريرة وأشباح بيضاء جاءت لتنتقم منهم عما فعلوه بالقرية، فهربوا فورا منهم.
وبعدما نجح سكان القرية في طرد الأعداء عزموا على أن يكون تلطيخ أجسادهم بالطين عادة مقدسة ومتوارثة تحميهم من الأرواح الشريرة ومن الأعداء، لكنهم لم يلطخوا رؤوسهم اعتقادا أن طين نهر آثار سام، فقاموا بصنع أقنعة ذات أشكال مخيفة وضخمة ويتزينون بأسنان الخنازير الكبيرة، إضافة لصناعة مخالب توضع في الأصابع، وكانوا يقومون بالإغارة على القرى الأخرى خلال الليل لإرهاب الأعداء وهزيمتهم نفسيا وإرعابهم. يرجح أن شعب رجال الطين آثارو عاشوا منذ 1000 عام في جميع أنحاء الهضبة العالية، خاصة في مدينة جوروكا، في بيئة ذات تضاريس وعرة وقاسية معزولة عن العالم الخارجي، مما ساعد على حفاظهم على لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم تلك إلى اليوم. ولم يكتشف هذا الشعب إلا خلال القرن 20، وفي العصر الحالي ما زال شعب آثارو يمارس طقوسه ويقيمون الاحتفالات والمهرجانات والرقصات الخاصة بهم، وبالرغم من عزلتهم عن العالم إلا أنهم شعب يرحبون بالضيوف ويحسنون ضيافتهم. رابعا، قبيلة داياك. توجد في منطقة قبيلة داياك حوالي 400 قبيلة فرعية لقبيلة داياك نفسها، ويبين أنهم من قبيلة تسكن منبع النهر. ومن الأشياء الفريدة لقبيلة داياك هي الوشم، حتى مطرب ريد هوت تشيلي بيبرز أنتوني كيديس كان يزور كاليمانتان ويطلب من سكان قبيلة داياك ليصنعوا له وشما، وقد أظهر الارتياح مع الوشم الذي صنعته له قبيلة داياك، وأن ما يعتقد به أهل قبيلة داياك بالوشم هو عندما توفي أحد من أهل قبيلة داياك ذو الوشم الأسود يتحول الوشم إلى اللون الذهبي فيلمع جسده. خامسا، قبيلة ساساك. القبيلة الفريدة من نوعها في إندونيسيا وهي قبيلة ساساك، وهي تتفرد بطقوس خاصة بالزواج، حيث يجب على العريس خطف العروسة، ولكن يجب أن يكون ذلك على حسب اتفاق الأسرة وليس مجرد الخطف. وهناك أيضا تقاليد شهيرة وهي أكل كيتوبات. سيزور سكان القبيلة ساساك مناطق سياحية مختلفة ويجلسون عليها بالحصير بينما يأكلون الكيتوبات الذي يحملونه معهم من المنزل. في النهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة لتتوصلوا بكل ما هو جديد.